النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا ومميزة جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم. هنعمل كبد وقوانص وقلوب بطريقة في منتهى الجمال. الطعم بتاع الوصفة النهارده مفيش بعد كده كلام. شكلها جميل جدا وحلو جدا وبسيطة على حضراتكم. هتقدموها طبق جميل كده منه على السفرة او تعملوا منها سندوتشات. بتكون حاجة عظمة فعلا، حاجة محترمة ومخدومة قوي. فيلا بينا على الفيديو بتاعنا المميز والسريع ده نشوف هنعمل الكبد والقوانص ازاي. اول حاجه بيبقى معانا كبد وقوانص وقلوب. الكبد والقوانص والقلوب دي بتبقى طازه او فريش، بتبقى مغسوله طبعا ومتخلصين من كل الاورده والزفاره اللي فيها. معانا 5 فصوص من الثوم وبصلتين متقطعين ناعم، وكمان 5 قرون من الفلفل الاخضر برضو متقطعين ناعم. والبهارات هنقولها كده واحنا شغالين ان شاء الله. اول حاجه بنولع نار وبننزل بطاسه وبننزل فيها بشويه زيت. واول ما الزيت ما بيسخن معانا كويس بننزل ببصلتين متقطعين تقطيع ناعم عشان نعرف نكرملهم. وده السر اللي بينطق الوصفه معانا، ان احنا نكرمل البصل وبيديها طعم مختلف تماما. ان احنا نكرمل البصل حاجه مش عارف يا جماعه يعني اقول لكم ان الريحه بتكون عامله ازاي. نقلب بالشكل ده، ولما بيبدأ البصل يكرمل بننزل بقطع القوانص بتاعتنا، وبنحاول ان احنا نقطعها قطع صغيرة علشان تستوي معانا على قد ما نقدر، لانها طبعا من الحاجات اللي بتتأخر في التسوية شوية. بننزل بيها وبنبدأ نمكسها مع البصل اللي احنا كرملناه دوت. وعلى فكرة هنا مش بنزود مية نهائي، لان ممنوع ان احنا نزود مية على الكبد او القوانص لانها بتزفر وبيبقى طعمها مش حلو. طيب هتستوي ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنديها تقلبتين كده، وبعد كده احنا بنهدي النار وبنغطيها، ومن وقت للتاني انا بتابعها على نار هادية. حاجة عظمة يا جماعة. شايفين بعد ما القوانص اتكرملت واستوت مع البصل بتاعنا؟ شايفين حاجة تحفة بجد. نبدأ ناخد القوانص كده على جنب ونفوق مكان للكبدة بتاعتنا، وننزل بالكبدة والقلوب كلها. الحاجة الفريش يا جماعة بتفرق 50% عن الحاجة المجمدة، فحاولوا على قد ما تقدروا تستخدموا الكبد والقوانص الفريش. بنخلط الكبد والقوانص مع البصل المكرمل مع القلوب، وببدأ أضيف بعد كده البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة وحبهان بودر. هي دي البهارات المعتمدة بتاعتي اللي دايما ببهر بيها الكبد والقوانص. بعد كده أنا بقلب تقلبتين، يعني تقلبتين كده 3، وبعد كده بننزل بالفلفل ونقلب كله مع بعضه. بعد ما بنزل بالفلفل بتاعي هو مجرد بس دقيقة ونص. احنا محتاجين الفلفل يدبل بس ويبقى كده الوصفة بتاعتنا جاهزة معانا. دقيقة ونص مش اكتر ان الفلفل يدبل معانا. الخطوة الجاية مهمة جدا وحاجة جديدة على حضراتكم وهتشوفوها ان شاء الله. هنعمل طشة خارجية. ايوه هنعمل طشة لكبدة يا جماعة، هنعمل طشة للكبدة النهاردة. تخيلوا هنعمل شغل عالي في الوصفة الجميلة بتاعتنا النهاردة. في طاسة كده بنضيف شوية زيت ومعلقة توم مفروم، وبنقلب مع بعض لحد ما اللون يبقى ذهبي. لما يتحول التوم بتاعي للون الذهبي بروح نازل بالطشة بتاعتي على الكبدة. حاجة شغل عالي، حاجة عظمة يا جماعة. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. كده تمام قوي. هنبدأ نطفي النار وبنرفعها من على النار. يعني يا جماعة شايفين شكلها مغري جدا وحلو جدا، حاجة لوز اللوز يعني ما شاء الله. هتعجب حضراتكم وانا متأكد جدا. بنضيف بقى معلقتين خل، والمخل ده بينقل الكبدة مكان تاني خالص. الخل ده مهم جدا بينطق الوصفة بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. انا بقى ضفت اضافة اخيرة، حطيتها في طاجن كده تمام من غير اي مواد دهنية، وحطيت على وشها شوية فلفل حراق سبايسي كده، وبنزل عليها بشوية طرنشات من الطماطم. طماطم الفريش بقطعها طرنشات وبدخلها تاخد وش خفيف بس. بشغل لها الشواية
اديلها نقطة زيت وبدخلها الشواية، يعني حوالي 10 دقايق تاخد وش بس مش اكتر، وبطلعها. حاجة في منتهى الجمال، حاجة لوز اللوز. ان شاء الله هتعجب حضراتكم. طبق بسيط وجميل، تقدموه على السفرة زي ما قلنا او تعملوه سندوتشات، حاجة عظمة بجد. فص ليمون كده وشوية كزبرة ناعمين، ودوقوا الطعم. في نهاية الفيديو بقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوس لايك للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.